ما هو الحب في نظر بعضي؟ الحب هو حالة انفعالية يحياها الإنسان تدخل قلبه دون أن تقرع ذلك الباب بلا نقاش. حالة مهما كان الإنسان راقي، مهما كان ذكي، مهما كان تقي، مهما كان كذا، يقرع ذلك الباب، خصوصا في المجتمعات المفتوحة أو شبه المفتوحة التي ربما يحتك بها الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل. يكون قوي ذلك الإنسان، ربما امرأة ضعيفة جدا تحرك قلبه ذلك الكبير، ربما إنسانة عظيمة جدا مركز كبير، ثم يأتي رجل بسيط ربما عامل يسير فيحرك قلبها. إذن هي خبرة تراكمية في تعريف الصورة المناسبة للرجل في حسي، خبرة تراكمية أعني بها الأنثى، خبرة تراكمية في حس الرجل في تعريف الأنثى التي تثير مس جنسيا تدخل من ذلك الباب الخفي. هذه حالة الحب. يبدأ بارتياح، أنا أرتاح لسماع صوت هذه المرأة، ثم ينتقل إلى الميل بالسؤال عنها، وش مين فلان؟ لا تأخرت، ما تأخرت، موجودة، ما هي موجودة، ثم ينتقل إلى مسألة الحب، وقد ينتقل إلى العشق أحيانا، وقد يكون عشقا حينما يبدأ مبكرا في العمر، يعني عند المراهقين. شو الفرق بين الحب والعشق؟ العشق هي حالة توترية يعني عند المراهق أكثر منها من الكبار، تقوم على التعلق بماذا؟ بمظاهر المحبوب لا بجوهره، تتعلق في ماذا؟ في خفقان كبير، في تعلق بالتفكير الدائم. أما المحب أبدا، لو جاء محب لأنثى وهي تحب ذلك الإنسان وتحب عمله وتقدر عمله، تنشغل بعمله، ينسى المحبوبة، لا لأنه يحبها بل لأنه يشتغل في شيء تحبه. أما العاشق لا، حتى وهو في عمل طول الوقت يكلم ما يركز في عمله، هذا الإنسان عاشق، ولكن يتعلق بإطار المحبوبة لا في لبها، ويتعلق بإطاره لا في لبه. أشبه ما يسمى بالحب الرومانسي والحب الناضج. الحب الرومانسي انظر كتفيه كيف هما، انظر عينيه الواسعتين، عينيه الملونتين، انظر شعره كيف، تسريحه كذا، هذه مقاييسه. الحب الناضج لا، انظر كيف هذا الإنسان يفكر، انظر كيف يتعامل مع الأمور، انظر كيف يرحم، من هنا النضج. فهي قدرت ذلك الحب أو قيمته بناء على المواقف، وهذه قدرت الحب بناء على مظاهر ذلك الإنسان، وكلما اقتربت له أكثر ربما كان أجوف من الداخل، لكن مقياسه هو المظهر الخارجي. هذا هو الحب الرومانسي، بأول علاقة جنسية ينتهي ذلك الحب. أما الحب الناضج فبالجنس يزداد. وين